بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن ايفي لانشر، من أجمل اللانشرز اللي أنا استخدمتها على الأندرويد. نيجي على البلاي ستور، طبعا أنا منزله ايفي لانشر موجود عندك هنا، أنا منزله طبعا، فهنخش طبعا على اللانشر على طول. تيجي تعمل ضغطة مطولة على الهوم سكرين، وبعد كده ندخل على السيتنج بتاعته. عندنا هنا في الهوم سكرين طبعا الكولمنت زي ما انتوا شايفين كده، والرو نفس الكلام، وهنا الايكون سايز، تكبر وتصغر الايكون زي ما انت عايز. انا طبعا بحبها صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، كل واحد يشوف السايز اللي هو عايزه. هنا الايكون ليبل زي ما انتوا شايفين كده، بيشيل الكلام اللي تحت الايكون. وهنا السيرش بار، بيضيف سيرش بار فوق، عايز تشيله شيله، انا طبعا بشيله مبحبوش. دي طبعا برضو فيتشرز تانية انت ممكن تستخدمها وتكتشفها مع نفسك. نيجي هنا للدوك، بتشغلها من هنا، نطلع نشوفها برا، هي اللي ظهرت تحت دي المسافة دي، طبعا انا ما بحبهاش فبشيلها. وهنا طبعا الايكون باك، ده تقدر تنزله من بلاي ستور، تنزل الايكون باك اللي انت عايزه. انا منزل هنا اكتر من واحدة، بتغير شكل الايكون زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا شغال على دي سايبها، وفي ايكون باك كتير ممكن تنزل اللي انت عايزه. ونيجي هنا للفولدر، هنا طبعا الكولمنز، عدد الكولمنز في الفولدر من الداخل. وهنا الايكون سايز داخل الفولدر زي ما انتم شايفين كده. وهنا طبعا الايكون ليبل، برضو الاسم الموجود تحت الايكون في الفولدر. وهنا فولدر ايكون شيب، ده شكل الفولدر زي ما انت عايزه، شكل بقى دايرة، مربع، زي ما انت عايز. نيجي هنا unread badges، ده عدد النوتيفيكيشنز اللي بتيجي للابليكيشن. ممكن هنا تستخدم اللي هي الدوتس، نقطة بتبقى فوق الابليكيشن، أو تختار الكاونت اللي هو عدد النوتيفيكيشن، وبتشغلها على الابليكيشنز اللي انت تختارها. والاب درو طبعا داخل اللانشر من جوه، هنا عدد الكولمنت زي ما انتم شايفين كده، بتكبر عدد الكولمنت، انا عامله زي ما انتم شايفين كده. والايكون سايز بتكبر وتصغر، انا بحب طبعا الشكل الايقونات يبقى سمول كده. وهنا الاندكس ستايل، ممكن تعمله vertical او سكرول بار، انا عامله vertical. نيجي نشوفه من الداخل كده زي ما انتم شايفين كده. لو عايز اوصل لابليكيشن معين بالحرف بتاعه، بختار على الحرف، يجيب لي كل الابليكيشنز اللي على الحروف. شكرا لمتابعتكم الفيديو.